هل الديناصورات استخدمت التمويه؟ من خلال الدراسات والتحاليل خلينا أقولك إن بعض الديناصورات استخدمت فعلا التمويه. بعد تحاليل مجهرية لديناصور صغير اسمه ساينوسورابتريكس، العلماء اكتشفوا إن كان عنده نمط لون داكن حوالين عينيه. ده لقوا كمان إن لون ديله كان عبارة عن خطوط داكنة وفاتحة. أقرب حاجة ممكن نشوفها النهاردة بالشكل ده هو الراكون، فغالبا كده القناع حوالين العين كان بيقلل التوهج، وخطوط الديل كانت بتشتت انتباه المفترس وتخليه يختلط مع الإضاءة والبيئة. وفي حالة ديناصور تاني اسمه بوريا لوبلتا، العلماء لقوا إن لون ظهره كان داكن بس بطنه كان لونها فاتح، وده نوع من التمويه اسمه تعاكس الظل أو التمويه المضاد. النوع ده من التمويه بيقلل ظل الحيوان عن عيون الصياد، فبيبقى صعب يشوفه أو يميزه عن الخلفية، والطريقة دي بتستخدمها بعض أسماك القرش دلوقتي. ومن هنا نقدر نقول إن مش كل الديناصورات كانت مموهة بنفس الشكل، لكن في أنواع استخدمته.